ازاي اخفض النفقه الزوجيه بتاعه مراتي لو كانت رافعه عليا قضيه نفقه وعايز اخفض النفقه الزوجيه؟ في حيله ناس كتير جدا بتلجأ ليها، ولكن احب اقول لكم ان الحيله دي فيك، واللي هيحصل ان السحر هينقلب على الساحر، وهتحصل مشكله كبيره جدا للزوج اللي مطلق مراته وهيفكر يعمل كده. ايه الحيله دي؟ تابع الفيديو للاخر علشان تعرف كل التفاصيل. القصه كلها ان الراجل لما مراته تيجي ترفع عليه قضيه نفقه بيروح جاي لوالده او والدته او والدين الاثنين، ويروح قال لهم ارفعوا عليا نفقه، قضيه نفقه ولدين في نفس التوقيت، ان هو ما بيصرفش عليهم وكده. طبعا في الحاله دي لما الاب والام يروحوا يرفعوا قضيه النفقه دي على الزوج بالتزامن او في نفس الوقت اللي الزوجه رفع فيه القضيه بتاعتها، القاضي بيعرف ان دي حيله من الزوج، وبالتالي بيحكم للام والاب بنفقه اعلى كمان، وبيحكم للزوجه. فيا ريت يا جماعه ما حدش يشغل دماغه ومفيش حد يقول لك على اي حاجه تسمعها، علشان ما تلاقيش نفسك لابس في الحيط، وبدل ما بتدفع نفقه واحده بس تلاقي نفسك بتدفع عده نفقات. فيا ريت نخلي بالنا من الكلام ده كويس جدا، وما نسمعش لاي حد، ونركز في الكلام اللي يتقال. واي حاجه عايز تعرفها تسال على مصدرها، اي حد من الساده المحامين ممكن تسالوه وتستفسروا منه على اي حاجه قبل ما تعملوا حاجه وبعد كده ترجعوا تندموا عليها. فولو ولايك، واستنوني في معلومه قانونيه جديده.